جراجر أسطورة ليفربول السابق يصدم محمد صلاح قبل إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية. شاهدوا معنا ماذا قال. تنبأ جيمي جراجر مدافع وقائد فريق ليفربول السابق بجائزة الكرة الذهبية بشكل صادم للنجم المصري محمد صلاح، والذي يعد أبرز المرشحين للفوز بتلك الجائزة. ورشح جراجر مدافع ليفربول السابق عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان للفوز بتلك الجائزة، على الرغم من الموسم القياسي الذي قدمه الملك المصري محمد صلاح في العام الماضي، وتحقيق لقب الدوري الانجليزي الممتاز في اول موسم مع المدرب أرن سلوت. ويتألق ليفربول في دوري ابطال اوروبا، وقد كان محمد صلاح مرشحا بقوة للفوز بالجائزة بعد بدايته المذهلة في الموسم الماضي، حيث انهى الموسم الماضي ب 34 هدفا وصنع 23 تمريرة حاسمة في 52 مباراة فقط في جميع المسابقات مع الريدز. وقال جراجر في تصريحات نقلتها شبكة ليفربول ايكو البريطانية: اعتقد بالنسبة لي ان افضل 6 لاعبين في العالم هم عثمان ديمبلي واشرف حكيمي ومبابي ورافينيا ومحمد صلاح ولامين يامال. واضاف: اعتقد انني تابعتهم في معظم مباريات الموسم الماضي، ربما في دوري ابطال اوروبا ايضا. وعن توقعه بالفائز بجائزة الكرة الذهبية، قال جيمي جراجر: اعتقد ان ديمبلي سيكون المرشح الابرز، خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه مع باريس سان جيرمان، لكن جميع هؤلاء اللاعبين لديهم فرصة جيدة للفوز بالكرة الذهبية. وبس كده متابعي الكرام، نكون نهاية حلقتنا. شاركونا رأيكم في الكومنتات تحت، وهل صلاح هو المرشح الابرز؟ اشوفكم في فيديو جديد، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.